من الحاجات كمان المهمة اللي احنا هنتعلمها في الكورس بتاعنا ان شاء الله ان احنا ازاي نحل بسرعة، ومش بس نحل بسرعة، ازاي نفكر بسرعة، او عشان اكون دقيق اكتر ازاي نحل المسألة بالطريقة الاسرع. هتقولي طبعا مثلا معلش وضح لنا اكتر. هقول لك في مثلا مسألة ساعات بتيجي في الامتحان زي مثلا مسألة equation quadratic او اي حاجة. المسألة دي انت مثلا بيقول لك find the solution of the equation كذا كذا، فانت بتحل المسألة مثلا في 4-5 خطوات، تمام؟ فاخدت منك مثلا دقيقة في الحل. هي ده كويس جدا، ده زمن حلو جدا، اللي هو غالبا افريج التايم افريج انك تحل كل سؤال غالبا بيكون دقيقة ونص. فانت لما تحل مسألة في دقيقة ده حاجة حلوة جدا. طيب ايه رأيك بقى لو انت نفس المسألة دي بدل ما انت ممكن تحلها في دقيقة ممكن تحلها في 10 ثواني؟ يعني تعرف يعني 10 ثواني؟ يعني انت بص بتوفر تقريبا وقت كبير جدا جدا في السؤال ده لاسئله تانية، فاهم؟ لانك انت لو كل سؤال هتقعد تحله في دقيقه ونص فانت غالبا هتوصل لنهايه الامتحان مش هتلحق انك انت تراجع على اي حاجه سبتها قبل كده. اذا من التارجت بتاعنا في الكورس اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله ان احنا ازاي نفكر بسرعه وازاي نوصل للحل الاسرع.